السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جالكم فيديو جديد وروتين جديد. الروتين بقى النهارده كده مختلف شوية. هنا بقى كنت جايبة شوية حاجات، فقلت الأول كده ان انا يعني احط افضل الحاجات دي كده معاكم. كنت جايبة هنا مكرونة كده سايبة، مش مغلفة. جربتها وعجبتني، فانا جربتها وعجبتني، فقلت بصراحة ان انا هجيب منها. حلوة يعني في التحمير وكده، انا بستخدمها. المكرونة الصغيرة دي بتبقى حلوة اوي، فقررت اجيب بصراحة. فهنا بقى ببتدي كده افضيها في انا بنسى والله بجد، انا بقيت سقط، مش عارفة ليه بنسى. بفضي كده الحاجات دي في المنظمات. كل حاجة بقى ببتدي ان انا ارجعها كده مكانها. كنت جايبة بقى حاجات اللي ناقصاني، ودي برضو مكرونة. بيسموها ايه، احنا عندنا بنسميها مكرونة قلم، او مش عارفة بصراحة ليها اسم تاني ولا لا. المهم جبت برضو نص كده وشلته. دي بقى مكرونة اسباجيتي، ومكرونة اللي هي كبيرة شوية، دي عادي مغلفة. وده كده السكر، ده اهم حاجة. اهم حاجة في كل ده السكر يعني، لا غنى عنه بصراحة. وفي نفس الوقت على قد ما بنقدر الواحد بيجيبه كده، لان صراحة سعره معدي قوي. المهم كمان جبت بطاطس. وهنا بقى دي فاكهة كده مشكلة، برتقان وموز. هحطهم بقى هنا في الطبق ده. الموز الفترة ده حلو قوي، بس المشكلة برضو معرفش عندي بيبوظ برضو بسرعة، مش عارفة ليه. طبعا مينفعش احطه في التلاجة او في كده، لان هيبقى صعب جدا. فحطيته بقى كده في الطبق بتاعه. وهنا بقى كنت جايبه كيلو سمك. ده كده سمك متنضف وكل حاجة، وهحطه. انا كنت غسلاه عند ماما، وكنت بقى مظبطاه يعني، غسلاه وحطاله بقى الليمون وكل ده. وهحطه بقى في شنطة تانية، عشان طبعا انتوا عارفين السمك من الحاجات اللي بتلقط بسرعة وكده، فممكن يعني يجي في اي حاجة في الفريزر، فعشان كده حطيته في شنطة تانية. وقلت يعني في يوم ابقى اعمله كده، يعني كأكلة كغدا او عشاء يعني، مش عشاء يعني. غدا. بحب انا اوي السمك اللي هو البلط ده، بعمله مقلي بقى حلو قوي. فجبت كيلو. كان الكيلو اللي هو الوسط ده تقريبا عامل 50. الكبير شوية كان فيه اكبر، بس ده لقيته بعد ما انا جبت اللي هو السمك ده، لقيته في الاخر وكده في السوق، كان عامل 75. المهم هنا بقى مسحت الرخامة، عملتها كده طبعا بصابونة، عشان برضو السمك هو ما عملش حاجة، بس برضو عشان انتوا عارفين السمك من الحاجات يعني برضو بتزفر وكده. فغسلت الرخامة برضو ومسحتها. وابتديت كده ارجع كل حاجة مكانها واظبط الدنيا. بس كده. وهنا بقى هبتدي اطلع برا، اعمل بقى الصالة. بشوف بقى لو اي حاجة محطوطة، يعني دي كوبايات شلتها. وهنا طبعا الترابيزة دي، عشان انتوا عارفين لونها فاتح جدا، لونها ابيض، فبتتوسخ بسرعة. ف طبعا لازم يبقى ايدي فيها، لان اللون الابيض انتوا عارفين صعب جدا كتنظيف وكده، فمن الحاجات اللي بتتبهدل بسرعة. بس لو ايدي كفاية يعني تمام. فهنا بقى قلت اديها مسحة كده، عشان بس ما تتبهدلش. معلش انا فعلا بتكلم بالعافية والله. هنا بقى مسحتها زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي ارجع كل حاجة مكانها. يعني ما كانش في حاجة كتير قوي بصراحة غير الترابيزة دي، وكانت الارضية كانت محتاجة برضو عندي تتعمل.
انا بحاول ان تبقى ايدي في البيت اول باول عشان مش عايزه اي حاجه تتراكم عليا، لان انا مش ما عنديش المجهود اللي اعمل بيه اصلا. يعني الحاجات دي انا بعملها والله وما بكونش قادره كمان. ف انا بقى قلت اكنس الارضيه كده بالمقش عادي، ما شغلتش المكنسه، قلت يعني مش مستاهله بصراحه. فعملتها بقى بالمقش وخلاص، ولميت بقى كل الفتافيت دي. وهنا بقى دخلت كنت عامله عجينه البيتزا، انا ما عملتهاش معاكم بس انا كنت بصراحه عجناها دقيق وخميره ورشه ملح ورشه سكر وايه كمان وعلبه زبادي، وبعجنهم وبلمها بزيت يعني وكده بس، وسبتها تختمر عادي. انا هنا بقى البيتزا انا عملتها ببواقي اكل يعتبر، هوريكم دلوقتي يعني الحاجات اللي موجوده في البيت انا عملت بيها بصراحه. يعني انا كان عندي كنت مشتريه الجبنه، هي يعني الحاجات دي الحاجه يعني انا اشتريتها بصراحه كانت الجبنه، وكنت مشتريه كان عندي ستريبس وكده. هوريكم دلوقتي عملت ايه. المهم هنا فردت الاول البيتزا العجينه قصدي، وهبتدي بقى كده افتحها بالشوكه بالشكل ده عشان تستوي كويس. وهبتدي بقى هحط صلصه. الصلصه دي صلصه جاهزه يعني مفيهاش اي افتكاسه، هي صلصه جاهزه. ممكن انتي تعملي صلصه البيتزا في البيت براحتك. انا زي ما بقولكم انا كل شويه بفصل الفيديو على فكره، زي ما بقولكم ما بقاش عندي والله طاقه ولا بقيت بقدر، وانا اصلا بحب بصراحه في البيتزا الصلصه العاديه. هنا كان عندي بواقي فراخ، كان حته فراخ كده قطعتها وكان عندي اخدت قطعتين ستريبس حمرتهم وقطعتهم، وكان عندي طماطم، ما كانش عندي اي حاجه تاني بصراحه. ممكن بقى انت طبعا يفضل طبعا تحطي فلفل اخضر وزيتون، تبقى خطيره خطيره خطيره. انا بالنسبه لي بحب البيتزا قوي، وعندي هنا يعني ياسين برضو بيحبها. الاطفال حتى هتلاقيهم بيحبوها قوي. المهم هنا بقى حطيت صلصه زي ما قلت لك، انتوا ممكن تعملي الصلصه في البيت عادي جدا مفيهاش اي حاجه، طماطم وتحط لها توابل بقى وزعتر وكده. هنا بقى كنت جايبه نوع جبنه، كنت اول مره بصراحه اجربه بس طلعت خطيره 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 حرفيا. او عايزه اقول لكم كمان ممكن تعملوا البيتزا بالجبن بس يعني، بس هي الجبن نفسها بصراحه مكلفه، انت عشان تعملي اصلا البيتزا بجبن برضو هتبقى مكلفه جدا. فبصراحه انا اصلا عملتها، انا كان عندي بواقي يعني حاجات بالنسبه لي يعني الفراخ دي كانت عندي باقيه، هو بس الستريبس واخدت هما قطعتين يعني مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين هيملوا اصلا الصينيه، والاتنين صينيتين وسط. فهنا بقى بحطهم بالشكل ده، واحط بقى طماطم. في ناس بقى بتحب تحط بصل وكده، بس انا بصراحه ما بحبش البصل خالص خالص في البيتزا، مش عارفه يعني انا كده. وما بحبش كمان حتى البيتزا بتاعت بره انا ما بحبش اكلها خالص. انا لو هاكل بيتزا انا لازم اعملها في البيت. يعني انا في طبيعي عادي ممكن اكل اكل بره بس البيتزا لا. بس انا بحط لها حاجات تانية اللي هو الفلفل والزيتون، بس انا مش عندي بصراحه. وهرجع بقى احط الجبنه تاني طبقه من فوق. حطيت بقى كده الطبقه دي من فوق. انا عملت صينيه واحده الاول احنا كنا ناكلها انا وسليم، والصينيه التانية خليتها لبابا. شايفين بقى الجبنه خطيره، مكنش دعوه بالحرف اللي متاكل ده. انا كلته. الجبنه خطيره خطيره خطيره، الجبنه دسمه وحلوه جدا بجد تحفه. هنا بقى بعد ما خلصت كنت حابه ده تاني يوم عملت كيكه. بس حبيت يعني ان انا الفيديو يبقى واحد. هنا بقى كنت حابه اعمل كيكه. هنا عندي بيضتين وفانيليا وبيكنج باودر وعلبه زبادي وكوبايه عصير، كوبايه الا ربع سكر وربع كوبايه زيت على زبده. هنا بصوا كل حاجه بقى في الخلاط يعني كل حاجه ما عدا طبعا المواد الجافه. حطيت بقى البيض وحطيت السكر، وهحط بقى
ربع كوباية زيت، لا دي نص كوباية زيت على سمنة، يعني ممكن تحطيها زيت بس وممكن تحطيها زبدة بس براحتك، بس انا بصراحة حطيت زيت على زبدة. واحط بقى كيسين كده فانيليا، مقدار يعني معلقة صغيرة جدا فانيليا او رشة، يعني مش عارفة بصراحة بتتحسب ازاي، بس انا بجيب الاكياس دي دايما، او لو في علبة او كده ممكن تحط منها معلقة صغيرة. وحطيت بقى كوباية البرتقال، ده برتقال فريش، وعلبة زبادي. الزبادي بيخلي الكيكة حلوة جدا وطرية وبجد بتبقى تحفة. انا كنت مجرباها قبل كده فعجبتني بصراحة، فبقيت احط زبادي مع الكيكة. ممكن تحطي برضو لبن عادي. انا بقى ضربتهم كده في الخلاط كلهم. بصوا بقى بالنسبة للدقيق، انا مبحطوش بمعيار، يعني هنا يعتبر اللي انا احطه ده يعتبر مثلا 3 كوبايات او 2.5 كوبايات، بس انا مبحطوش بمعيار. ليه؟ عشان كل يعني انواع الدقيق بتختلف. في دقيق ممكن في كيكة تاخد معاكي من نوع دقيق معين كوبايتين مثلا، في العكس 2.5 كوبايات، في 3، يعني على حسب ما الكيكة بتاخد معاكي، لان الدقيق انواع اصلا، عشان كده ما بعملوش معيار بصراحة. انا بحط في الاول كده يجي مقدار مثلا 1.5 كوباية، وبحط عليها البيكنج باودر، وببتدي طبعا بتدخلي الدقيق ده ممكن تدخلي انتي على جنب وبعد كده تحطيه، بس انا يعني عملت كله كده مرة واحدة. طبعا لما بتدخلي الدقيق ده طبعا بيحسن الكيكة جدا. فانا كده بعمل بقى الدقيق، وحطيت طبعا كيس البيكنج باودر، يعني مقدار معلقة كبيرة بيكنج باودر، لو ما عندكيش طبعا اللي هي الاكياس دي، الاكياس اللي هي الصغيرة دي، بس هي مقدار معلقة كبيرة يعني. بس هنا بقى كده ببتدي احط، هنا كنت بدور على الاسباتولا عشان ابتدي اخلط الكيكة. عندي الكحة تعباني جدا، فكل شوية بفصل الفيديو وبرجع برجع اكمله. المهم بعد ما فضلت ادور عليها كله ده، اصلا انا ما كنتش معرفتش استخدمها قوي، استخدمت المضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى فضلت بصراحة ادخل بقى الدقيق، عشان هنا الكيكة حسيتها اصلا اول مرة احس ان الكيكة اخدت معايا دقيق كتير، مش عارفة ليه. هنا بقى كنت مبطنة الصينية كده بدقيق، ونزلت عليها بالكيكة، وبديها كده كام خبطة، وحطيتها في الفرن. طبعا الفرن ببقى مشغلاه يعتبر من وانا بعمل الكيكة. كانت حلوة جدا وطرية جدا جدا جدا، فبجد خطيرة. هنا اوريلكم بعد ما قطعتها، شايفين كانت طرية ازاي؟ بجد تحفة، جربوها هتعجبكم جدا. هنا بوريلكم قد ايه سواها كان حلو، كانت خطيرة. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم.